السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تم الافتتاح ديال واحد الماستر بالنسبة للناس اللي شادين الإجازة في مجال العلوم والإعلاميات. بالنسبة لهذا الماستر تطلق في الأنظمة المعلوماتية والأنظمة الذكية بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، في سياق مواكبة التحولات الرقمية وتسارع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات. يعلن المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالرباط عن فتح باب الترشيح لماستر بحثي على المستوى في الأنظمة المعلوماتية والأنظمة الذكية. بالنسبة للأهداف ديال هذا التكوين: الذكاء الاصطناعي، تعلم الآلة، تحليل البيانات الضخمة، النظم الذكي والحوسبة والسحابية، البرمجة المتقدمة والنمذجة. بالنسبة للنظام التكوين، عندك مدة دراسة 2 سنين، فصلان نظريان، فصل تطبيقي متقدم، فصل مخصص لمشروع نهاية التكوين. بالنسبة لشروط التسجيل ومكونات ملف التسجيل وتواريخ التسجيل حنا غنشوفوهم مع بعضياتنا. بالنسبة لشروط التسجيل، الناس اللي حاصلين على شهادة الإجازة الأساسية والمهنية أو دبلوم في مجال العلوم أو الإعلاميات أو ما يعادلها. ميزة الإجازة المطلوبة هي مستحسن، على الأقل خاص يكون عندك الميزة مستحسن باش تقدر تدوز هذا الماستر. بالنسبة لمكونات ملف التسجيل، طلب موجه للإدارة، استمارة تسجيل، نسخة من الدبلوم وكشوف النقط، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. بالنسبة للتواريخ الأساسية، بالنسبة لآخر أجل غيكون للتسجيل في الموقع الإلكتروني غيكون نهار 20 يونيو من هاد السنة، والنتائج الانتقاء الأولي غتكون في فاتح يوليوز 2025. أما بالنسبة للمباراة الكتابية ما أعلنوش عليها، مازال ما أعلنوا عليها. وبالنسبة للنتائج النهائية راه غتكون نهار 25 يوليوز 2025. وبالتوفيق للجميع. وبالنسبة لرابط التسجيل اللي بغى يتسجل اللي عنده هاد الشروط غنخليه لكم تحت الفيديو. وبالتوفيق للجميع.